انجستري في لاشين. واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها، الفيديو اللي كنت لحت اخر فيديو كنت لحتو نهار الجمعه، كنت لحت فيه الصوت ديال ياسين يندرايف من خلال المكالمه ديال الاخت ديالو مع احد المتهمين، بان من خلال المكالمه ياسين كاين الصوت ديالو في المكالمه. وبزاف ديال الناس جاوني في التعاليق تيقولوا لي بانها صوت ديال بنيه صغيره. فعلا كاين صوت ديال بنت صغيره، ولكن الا زدتي الصوت مزيان وسمعتي ودرتي شي كيت في ودنك تسمع الصوت ديال ياسين. وكاع لي كومونتير تقريبا 90% ديال لي كومونتير اللي جاوني في الفيديو تيأكدوا بان راه الصوت ديال ياسين. المهم حنا هذه مجرد تخمينات، الله اعلم. ما كنقولوش بلي هذا الشيء راه حقيقي، حنا ما كناش معاهم، الله اعلم. ولكن من خلال المكالمه كيبان بان كاين الصوت ديال ياسين تما. الصوت ديال ياسين هو مخنوق، يعني يقدر يكون في ديك اللحظه كيرفض الانفاس ديالو الاخيره. فبغيت ناكد بان الصوت ديال ياسين راه كاين حاضر، والصوت ديال البنيته راه كاين حاضر. لحقاش جاوني بزاف ديال الكومونتير كاين اللي تيقول لي راك تتكذب، كل واحد شنو تيقول لي. انا هنا ما تنكذبش، انا تنقل لكم الصوت اللي كان محطوط في مواقع التواصل الاجتماعي، هزيتو سمعتو للناس باش يعرفوا الحقيقه كما هي. حنا ما كنتهموا حتى شي واحد، ما كندعيو حتى شي واحد انه هو المتهم او انه هذه. حنا فقط تنقلوا المعلومه، تنقلبوا على المعلومه وتنقلوها لكم في القناه هذا. يعني لا داعي ان الانسان يبقى يخرج بدي كومونتير. والحمد لله ما كانوش بزاف ديال لي كومونتير اللي كذبوا الامر. كانوا ناس قلال اللي قالوا لا راه صوت ديال البنت. يمكن لكم ترجعوا لاخر فيديو راه عندي في القناه، وغادي تسمعوا مزيان بانه فعلا كاين الصوت ديال ياسين. في خصوص اخر المستجدات ديال القضيه ديال ياسين، هو ما كاين حتى شي مستجد صراحه اللي خرج دابا شي فيديو ولا المحامي ديالو ذكر بانه كاينين 9 ديال المشتبهين، منهم 3 في صلاح مؤقت. يعني تيقول انه بعيدين على القضيه، فقط مشكوك في الامر ديالهم، ولكن 6 اللي معتقلين ومازال تيحققوا معاهم لحد الساعه. نتمنوا ان صراحه القضيه دي ضرات الناس بزاف. نتمنوا ان هذا الشيء زعما يتسدد الملف في اقرب وقت ممكن. السلطات مشكوره على المجهودات اللي تيقوموا. مشكور السيد المحامي ديال ياسين كذلك، اللي صراحه شفت واحد الفيديو ديالو نهار السبت على ما اظن، خرج بتصريح حتى ل 11 ديال الليل. يعني السيد من الصباح كيف ما قال هو، من الصباح هو في المحكمه حتى ل 11 ديال الليل، كان العياء باين في العينين ديالو. تنشكروه من هذا المنبر باسم جميع المغاربه، كنقول لك شكرا من القلب اللي تتسهر على هذه القضيه هذه. واليوم شفت واحد الفيديو ديال واحد السيد اللي عنده واحد الهوندا، تيعاود بانه تعرض لحادثه اللي فقد فيها العين ديالو في نفس المكان اللي تلقى فيه ياسين. يعني واش كاين يعني ترابط ما بين القضيتين او لا؟ هاد السيد هذا كيصوب هوندا، ذكر بانه دار المحضر في شهر واحد، وتيقول بانه باقي ما تم القبض على حتى شي شخص. هادشي على لسان السيد. يمكن لنا اننا نسمعوا الصوت ديالو شنو تيقول. حيت هادشي صراحه ولا كيخلع، ولا بنادم تيخاف بزاف. وحتى الدراري اللي خدامين في اندرايف راه ولاو كيتشكاو بزاف ديال الناس. شفت بزاف ديال الناس اللي صافي تخلاو على هاد الخدمه هادي، تيقول لك انايا حياتي وصحتي ومستقبلي ومستقبل وليداتي ولا في الخطر بناقص من هاد الخدمه هادي. يعني كفى، بارك علينا.
نتمنى أن الصوت يكون الحاجه مسموع اللي تعرض لها هاد الوليد باش تسمعوا هذا السيد هذا تا هو. ولكن كيبقى القضاء والقدر. هادشي اللي قسم عليه الله سبحانه وتعالى. هو راه واحد الوليد اللي الايمان ديالو قوي، ولد عائله محافظه، وان شاء الله غادي يتجاوز هاد الازمه وهاد المحنه، وما غيتجاوزها حتى غياخذ حقه. مازال ما خداش حقه، راه غادي يبقى داك الجرح ما عمرو غيبرى. داكشي اللي وقع ليه في نفس المنطقه اللي تقتل فيها الشاب الخلوق ياسين. كيف ما سمعتوا الإخوان، نفس المنطقة اللي لقى فيها ياسين، لقاو فيها ياسين، لقاو بلا ما نذكر شنو، في نفس المنطقة. الله يرحمه يا ربي. كيف ما سمعتوا على لسان هذا السيد هذا السيد عنده هوندا، وقال لك تلقاو ليه 3 ديال الاشخاص كذلك في نفس البلاصه اللي لقاو فيها ياسين. ضربوه، تعداو عليه، ضربوا له الهوندا ديالو، هو تيقول انه ركبوا معاه. غادي نسمعوا اكثر شنو تيقول. ولكن اخويا انت علاش يطلع حداك هذاك السيد اصلا؟ انت عارف؟ ما عرفتش ولا ما عرفتش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان هادشي والله إلا ولا تيخلع بالله. السيد واقف غادي يترزق على الله، كذلك تا هو تيترزق على الله، واقف في الهوندا ديالو تيتساين طرف ديال الخبز ديالو يجي. جا السيد تيقول له تركب، جا السيد تيقول له تدي معايا واحد الفورنو ولا شي حاجة بحال هكايا. واش واحد خارج يترزق على الله تيسخ غادي مشكل حياته الخطر؟ راه هادشي ولا كيخلع. يعني حنا دابا نبقاو في ديورنا ما نخرجوا ما نديرو حتى شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله.
كان اللي على هنايا اللي كان واقف دابا الباب ما تدخلش لا على هو حنا بغيتي تقاوم كيفاش غيديو ليا تلقاو انا راه الضرب اللي كضربوا في الجناب كلهم مسكين قالك سير مقاوم، انا راه مقاوم. ما إلا بقى فيا هاد السيد قسما بالله العين ديالو مسكين مشات له عين، بقات عنده غير عين. وكيف ما قال مشيت للسبيطار طلبوا له 1200 درهم باش ما عرفتش يديروا له راديو ولا سكانر على عينو. قال لك ضربت يدي في جيبي لقيت عندي 50 درهم. لا حول ولا قوة الا بالله. باكيش في هذه هنا كل شيء انا ديك انا اش واحد الرعب لا حول ولا قوة شوف الموت بعيد والله ما بقيتش حامل هذا الحكايه كاش من الراديو والله ما كنت الضرب فيه كنت وانا باقي لي في غاسي من هنا ما كانش في غاسي ونقدر نصل شحال ديك من عام يلا خديتهم ما كملش 6 شهور لا حول ولا قوة الا بالله. كاينه بنيه هادشي بقى مع فادي مع شي عائش مرتي كامله معايا في مدينه شازن كانوا غاديين يتموا بنيتك انت بحال كانوا غادي يتموا دابا دار شي عائله ديال مرتي كاملين ما عارفينش الغير ولا خوالي عارفين شحال هما كانوا بهم 3 هما نقدر نقول لك جوج منطقات ثلاثه بحال قلتي لي ضرب ثلاث مخبي ما شتيش ثالث اللي باغي يضرب مخبي هو اللي عطاني التقلب هذيك راه كانت ضربه قاشي لا الاخر مع بالي طنطوس لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي اللي غادي نقولوا الاخوان شويه كنسمع ما ما ضربتي شي واحد كتشدي ديك السبيب يكون غليظ وكتطوريه الصيف دائما تسعة الحراره هادي شي جمره وشي شي ديال بعيد شويه ثانيه جوج ثواني حبس الضغط كتكشف لي كندير ديالها تبان لي جايه بالجن وجهي هذا اللي وليت شنو قصدي اللي كنهز ديك ماشي مشكل لا حول ولا قوة الا بالله. مع ضربات الشمالية والخرا وما يهربوا معها مع الهوندا عندي دابا كشات ملي صارت كشاتي سكتو نجيبو خبير باش دير الكلونتين باش كان كيصور ديالهم حدا للدار كيقول لي ما يمكنش تسكنوا ديماري نجيبو خبير دابا ويسكتوها ويجيبوهم ديماري حتى نمشي بها واحد المسافه بحال كتريكوبيري داك التخت اللي كاين ديال الكتاب ديال الله تعرف كون كان فيها ليسانس شكون كانوا الاول يديروا كانوا الاول يركبوا معايا يديوك شي انا كنت تما واحد شو ما كنتش باين الجداوه غتوصلهم واحد فيهم بعدا غتقول لي هذا ما يدير والله الا حفظوا الله قسما بالله لما حفظوا الله. طوموبيل الهوندا جاب الله ما فيهاش ليسانس. يعني كون كان فيها ليسانس كيف ما قال هو يركبوا معاه غيمشيو بيه للخلا هما حيت هما اللي عارفين البلاصه. يبقى عليه دور من هنا دور من هنا الدار كاينه هنا باش نهزو داكشي نديروه في الهوندا ونمشيو يديوه لشي خلا غيطرى عليه كيف ما طرى الياسين. هادي ما يحيدهاش الطبيب هادي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله خرجت له سالمة. بقى بعدا عايش بقى بالحياة ديالو. الهوندا ديالو كيف ما ورا في التصويره الهوندا ديالو راه يعني الباب اللي تيجلس في الجنب ديالو الباب ديالها راه كامل تفرع بجنويه والعين ديالو راه مشات ليه. يعني راه ضربوه تكرفسوا عليه الله ياخذ فيهم الحق. ما بغيناش نكملوا مازال هذا الموضوع هذا. رجعوا الموضوع ديال ياسين. الموضوع ديال ياسين الزوجه ديالو خرجات وقالت بان خرجوا بزاف ديال الناس تيقولوا بان كاينه خيانه. ياسين مشى معها حيت تذكروا جوج بنات في القضيه. كاينين الناس اللي قالوا ان كاينه خيانه. كاين بزاف ديال الحوايج. كاين الزوجه ديالو خرجات تقول بانها ما كاينش خيانه نهائيا. انها كتثق في ياسين تايقه فيه وعارفه راجلها شنو تيسوى
راه حاجة طبيعية، إنسان كتعاشرو وكدوز معاه واحد المدة، كيما سبق وقالت هي أن ياسين متعلق بزاف بالعائلة ديالو، متعلق بزاف بالبنية ديالو والزوجة ديالو، تيشوف مرتو حتى هي مقاتلة معاه على الزمان، كتخرج تخدم مع 5 الصباح مع 6 الصباح. فتنظن أنا ما يمكنش حنا رجال ما تنظنش أنها كاينة خيانة كيف ما جرى اللسان ديالها. فالله يرحم لكم الوالدين الإخوان، راه هاد السيدة اللي فيها راه مكفيها بلا ما نزيدو نكملو عليها، راه هي أصلا ربي اللي عالم بها. شوف ليها الزوج ديالها، خلى ليها بنت، خلى ليها واحد البنت اللي خاصها تصرف عليها، خاصها باش تعيشها. يجي واحد اخر يبقى يقول لك كانت خيانه ما كانت خيانه. فالله يرحم الوالدين، بارك من. المهم هادشي اللي كاين الاخوان في قضيه ديال ياسين، في المستجدات ديال ياسين. كيف ما قلت لكم المحامي خرج في اخر تصريح ليه ذكر بانهم كاينين 9 ديال الاشخاص، منهم وقيلا 2 ولا 1 في العسكر، منهم ممرضه، 3 سراح مؤقت لانه تيقول بانهم بعيدين على القضيه، و6 اللي تيحققوا معاهم وتيدقوا معاهم في التحقيق. نتمنوا انهم ياخذوا اقصى العقوبات لكانوا فعلا ب6 بهم اللي مرتكبين هذه الجريمه الشنعاء. نتمنى انهم ياخذوا اقصى العقوبات. بالنسبه للخيانه الزوجيه كيف ما ذكرت، الزوجه كتنفي ان راجلها يقدر يخونها، هي عارفه راجلها وثايقه في راجلها. المهم هادشي اللي كاين في هاد اللايف هذا، ما بغيتش نطول حيت ما كاينش شي مستجدات اللي نقدروا نهضروا عليها اكثر من غير هاد 2 مستجدات اللي كاينين. المحامي والزوجه ديالو هما اللي خرجوا. هادشي اللي كاين. ما بقى نقول لكم الا ما كنتيش مشترك في هاد القناه اشترك معنا، شجعنا اننا نزيدوا لقدام، نزيدوا نقدموا لكم واحد المحتوى اللي احسن من هادشي هذا كاع. ما احسن من هذا الشيء. دعمونا بلايك واشتراك. والناس اللي خلاو لي كومونتير في الفيديو اللي فات قالوا بان الصوت ديال ياسين ما كاين غير الصوت ديال البنيه، عاودوا رجعوا سمعوا الفيديو اللي كنت حطيت نهار الجمعه، عاودوا سمعوه وغادي يتاكدوا بان الصوت ديال ياسين كاين، وان الصوت ديال ياسين راه حتى ديك اللحظه مخنوق وباغي يهدر ولكن ساد له فمه. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.